السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. معاكم مس ندى وأشرح لكم الدرس الثاني من الفصل الأول، فيلا بينا. في البداية تخيلوا معايا إن إحنا ماشيين في حديقة الحيوان وفجأة لقينا حشرة غريبة ماشية على الأرض. تفتكروا نقدر نعرف تفاصيلها إزاي؟ وهل نقدر نشوفها بعيننا؟ طبعا احنا قدرنا نشوف الحشرة بعينينا وعرفنا لونها وحجمها، لكن لو عايزين نعرف عنها تفاصيل اكتر ونشوف حاجات صغيرة فمش هنقدر نشوفها بعينينا. نعمل ايه؟ هنا بقى بنستخدم حاجة اسمها العدسة المكبرة. العدسة المكبرة دي بتساعدنا ان نشوف التفاصيل الصغيرة بشكل اوضح، وعلشان كده النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نلاحظ الكائنات الحية، وازاي نستخدم العدسة المكبرة، وازاي نسجل الملاحظات اللي شفناها. فيلا بينا نبدأ درسنا النهاردة. في البداية لما نيجي نلاحظ كائن حي زي مثلا نبات أو حشرة، أول حاجة بنعملها إننا بنركز كويس في الحاجات اللي قدامنا. يعني ممكن نلاحظ لونه، شكله، حجمه، مكان وجوده، لكن أحيانا بيكون في تفاصيل صغيرة مش بنقدر نشوفها بعينينا، وساعتها بقى بنستخدم العدسة المكبرة علشان تساعدنا نشوف التفاصيل دي بشكل أكبر وأوضح. طيب إزاي نستخدم العدسة المكبرة؟ لو الحاجة اللي بنلاحظها ممكن تتحرك زي مثلا ورقة الشجر، فهنثبت العدسة المكبرة وهنبدأ نحرك ورقة الشجر، نقربها ونبعدها عن العدسة لحد لما الصورة تبقى واضحة، وبكده نقدر نشوف التفاصيل. أما لو الحاجة ثابتة ومش هنعرف نحركها زي مثلا جذع الشجرة، ده طبعا مش هنقدر نحركه، فساعتها بنثبت جذع الشجر وبنحرك العدسة المكبرة، نقربها ونبعدها لحد لما الصورة تبقى واضحة. إذا سواء الجسم هو اللي بيتحرك أو العدسة هي اللي بتحركه، فهدفنا واحد، إننا نوصل لصورة واضحة نقدر من خلالها نلاحظ التفاصيل بشكل أفضل. وطبعا لازم ناخد بالنا من بعض الاحتياطات أثناء الملاحظة علشان نحافظ على سلامتنا. وأول حاجة إن احنا منبصش للشمس باستخدام العدسة المكبرة. ده ليه؟ ده لأن العدسة المكبرة ممكن تجمع أشعة الشمس وتوجهها ناحية العين، وده ممكن يضر العين. وتاني حاجة نلبس جوانتي أثناء الملاحظة. طب ليه؟ عشان نحمي إيدينا من التلوث، وبكده نقدر نستخدم العدسة المكبرة ونقوم بالملاحظة بطريقة صحيحة وآمنة. طيب بعد ما عرفنا إزاي نلاحظ ونستخدم العدسة المكبرة، هل هنكتفي إننا نشوف الحاجة وخلاص؟ لأ طبعا، إحنا بنبقى محتاجين كمان نسجل الملاحظات اللي شفناها، وعلشان كده بنستخدم حاجة اسمها بطاقة تسجيل الملاحظات. طيب إزاي نعد بطاقة تسجيل الملاحظات؟ تعالوا نشوفها خطوة خطوة. أول حاجة بنكتبها في البطاقة عنوان الموضوع، يعني بنكتب إحنا هنلاحظ إيه. فلو هنلاحظ ورقة نبات نكتب ورقة نبات، ولو هنلاحظ خنفساء الرز نكتب خنفساء الرز. وبكده لما نرجع للبطاقة بعد كده نعرف إحنا كنا بنلاحظ إيه. تاني حاجة البيانات، بعد كده بنكتب البيانات الخاصة بالشخص اللي بيعمل الملاحظة، يعني هنكتب الاسم، الصف، التاريخ. في خانة الاسم كل واحد فيكم بيكتب اسمه، وبعدين بنكتب الصف، فمثلا الصف الرابع الابتدائي. وبعد كده بنكتب التاريخ اللي هو اليوم اللي عملنا فيه الملاحظة، فلو عملنا الملاحظة النهاردة نكتب تاريخ النهاردة. وبكده لما نرجع للبطاقة بعد فترة نقدر نعرف مين اللي عمل الملاحظة وكان في أي صف وعمل الملاحظة إمتى. تالت حاجة الرسم التوضيحي، بعد ما نكتب اسم الموضوع بنرسم الحاجة اللي لاحظناها، وده اسمه الرسم التوضيحي. يعني لو بنلاحظ ورقة نبات نرسم ورقة النبات زي ما شفناها، ولو فيها عروق واضحة بنرسم العروق اللي قدرنا نشوفها.
لكن لو في تفاصيل مش قادرين نشوفها ما ينفعش نخترعها ونضيفها، احنا بنرسم اللي شفناه بس. وكمان الرسم التوضيحي بيكون بالقلم الرصاص ومن غير تلوين، لأن الهدف من الرسم إننا نسجل ملاحظتنا، مش إننا نعمل رسمة للزينة. رابع حاجة كتابة التفاصيل والملاحظات. بعد ما نرسم بنكتب التفاصيل اللي لاحظناها، يعني مثلا بنكتب الطول، اللون، الشكل، المكان، وأي تفاصيل تاني قدرنا نلاحظها. وبكده تكون بطاقة تسجيل الملاحظات بتاعتنا منظمة، ونقدر نرجع ليها بعد كده ونفتكر كل اللي لاحظناه وتعلمناه. ودلوقتي بعد ما عرفنا ازاي نلاحظ وازاي نستخدم العدسة المكبرة، تعالوا نطبق اللي اتعلمناه على خنفساء الرص. في البداية بنلاحظ الخنفساء بعينينا، وبعد كده بنستخدم العدسة المكبرة علشان نشوف التفاصيل بشكل أوضح. طيب دلوقتي هنبدأ بتسجيل ملاحظتنا في بطاقة تسجيل الملاحظات. أول حاجة هنعمل إيه؟ برافو، هنكتب اسم الموضوع خنفساء الرص، وبعد كده نرسم الخنفساء بالقلم الرصاص ومن غير تلوين، نرسم التفاصيل اللي شفناها بس، وبعدين نكتب التفاصيل اللي لاحظناها. يعني مثلا الطول حوالي 2 سنتي، اللون مائل للأسود، الشكل بيضاوي، الأرجل مفصلية خفيفة وطويلة، المكان على الأرض بالقرب من نهر النيل. وبعدين بنكتب الملاحظة اللي شفناها. فاحنا لاحظنا إن خنفساء الرص بتمشي للخلف وهي واقفة على راسها فوق كرة الرص، وبتستخدم رجليها عشان ترجع الكرة معاها. وبكده سجلنا ملاحظتنا عن خنفساء الرص بطريقة منظمة. ودلوقتي ننتقل لمثال تاني، وهو ورقة النبات. في البداية بنلاحظ الورقة بعينينا، وبعد كده بنستخدم العدسة المكبرة علشان نشوف التفاصيل بشكل أوضح، وبعدين بنسجل ملاحظتنا في بطاقة تسجيل الملاحظات. أول حاجة بنكتب اسم الموضوع ورقة النبات، وبعد كده نرسم الورقة بالقلم الرصاص ومن غير تلوين، ونرسم التفاصيل اللي قدرنا نلاحظها. وبعد كده بنكتب التفاصيل زي مثلا الطول حوالي كام؟ 6 سنتي، اللون أخضر داكن، الشكل بيضاوي، المكان على أحد أفرع الأشجار. وبعدين نسجل الملاحظة اللي شفناها. يوجد عروق رئيسية في المنتصف، وتتفرع منها عروق صغيرة على الجانبين. وبكده سجلنا كل التفاصيل اللي لاحظناها عن ورقة النبات. ودلوقتي خلونا نفتكر بسرعة احنا عملنا ايه في المثالين، في خنفساء الرص وورقة النبات. لاحظنا واستخدمنا العدسة المكبرة، وسجلنا ملاحظتنا في بطاقة تسجيل الملاحظات، وكتبنا التفاصيل اللي لاحظناها، ورسمنا اللي شفناه. وبكده نكون طبقنا اللي اتعلمناه على المثالين. يلا بقى نعمل مراجعة عامة على الدرس كله. تعالوا نفتكر احنا اتعلمنا ايه النهاردة. لما نيجي نلاحظ كائن حي ممكن نركز على ايه؟ نركز على اللون، الشكل، الحجم، المكان. ولو عايزين نشوف تفاصيل صغيرة ودقيقة بنعمل ايه؟ برافو، بنستخدم العدسة المكبرة. وبعد ما نلاحظ بنسجل اللي شفناه في بطاقة تسجيل الملاحظات. والبطاقة بنكتب فيها ايه؟ أول حاجة اسم الموضوع، تاني حاجة البيانات، تالت حاجة الرسم التوضيحي، ورابع حاجة التفاصيل والملاحظات اللي شفناها وإيه اللي اتعلمناه وفهمناه من الملاحظة. وافتكروا دايما إن الرسم التوضيحي بيكون للحاجة اللي شفناها بس، وبتكون بالقلم الرصاص ومن غير تلوين. وبكده عرفنا إن الملاحظة مش مجرد إننا نبص على حاجة، لكن إننا نركز ونلاحظ التفاصيل ونسجل اللي شفناه. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة، وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وأشوفكم في درس جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر.